تصور انت المواطن الجزائري هموم في هموم في هموم، اينما اتجه لابوست يجيب الفلوس نتاعو ما لقاهاش، راح للمستشفى بدا المريض نتاعه مات هو في يديه، وعلى ما كانش الاكسجين، ما جا يرفع راسه من الاكسجين حتى لقى البلاد انحرقت، يعني حرائق مهوله، بلاد بكاملها تيزي وزو بجايه، وبعض المناطق كانت خضراء صارت سوداء الان والعياذ بالله. وتجي انت يعني تصور انت، ربما برنامجك ما يتسعش لهذا، تصور انت هذه الكوارث اللي راه عايشها المواطن الجزائري، وانت تجي هكذا وتقول له البروكيرور ولا حتى الخرجه تاع عمامره بعدين لعلنا نرجع اليها، فتصور انت تقول له خلاص الاكسجين ورداءة المستشفيات والحجره والاداره والبيروقراطيه والبوشطه مبلعه، ما تقدرش تجيب فلوسك والدنيا محروبه. انا لقينا لك الحل. واش هو الحل؟ ان شاء الله رانا لقينا يعني المؤامره هذه كلها وراها رشاد والماك والمغرب. فتصور انت المواطن هنا مش عارف وش يرمي روحه من فوق جبل ولا يقتل روحه. انا نتكلم لك على كوارث اخرى. وحتى لو سلمنا ان النظام هذه التهم اللي راه يتهم فيها هذه الجهات اللي يتكلم عليها، سواء الماك ولا رشاد ولا المخزن باصطلاحه كما قال، يعني يقصد المغرب ولا جن. اذا كنت تكذب فانت تؤكد في قناعه الحراك باللي انت كذاب، تتنحاو كاع. ولذلك الحراك واذا ما كنتش تكذب، اذا كنت فعلا انت راك تقول صح، هذا المغرب ولا هذا المروك يجي من مغنيات تلمسان بالعباس معسكر سعيده غليزان الشلف، يوصل حتى لتيزي وزو ويحرقها وانت راقد. مش انت قلتوا لنا انتم القوه العظمى؟ مش انتم قلتوا لنا الجزائر الان اقوى دوله في المنطقه ولاعب اساسي في العالم؟ فاذا كان انت هذا المروك ولا المغرب دار لك كاع هذا الاختراقات، وصل وحرق لك البلاد وتسبب في جمال، وهذا اللي راكم نزلتوه من الجبل ومانيش عارف والدحدوح وكل حاجه تلصقوها في المغرب، فاذا كان المغرب بهذه القوه وين راكم انتم؟ نعم. وهذا ياكد على شعار تتنحوا كاع. فاذا كنتوا تكذبوا انتم تعرفوا باللي هذه التهم ما هي لا رشاد ولا الماك ولا المغرب ولا زيد ولا عبيد، انتم راكم تكذبوا. هذه الكذبه وحدها كفيله باش تسلموا المفاتيح وتروحوا تشوروا. واذا ما كنتش تكذبوا فعلا اخترقكم المغرب وفعلا اخترقكم الماك وغيره، فاذا انتم لستم مؤتمنين على